السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طيب السؤال ده ازاي اذاكر العربي صح؟ طب بص، عشان نتكلم صح احنا هنقسمه للفروع بتاعته، تمام؟ وبمناسبة الكلام ده مش لتالتة بس، لا ده لثانوي كله، اولى وتانية وتالتة، هي الطريقة واحدة، تمام؟ طيب اول حاجة هقسم الادب، وبعدين القراءة والنصوص والنحو والبلاغة والتعبير وبيزكس. البيزكس دي هنتكلم عنها. طيب الادب، اول حاجه افهموا الادب، افهموه كويس جدا، يعني ما تحفظوهوش كده زي ما هو، لا افهموا. وبالنسبه لتالتة، المدارس رايحه فين وجايه منين، وايه مميزات المدرسه دي، وكانت بتعيب ايه على المدرسه اللي قبلها، وهكذا. المدارس لازم تتفهم كويس. واحسن حد انا من رايي فهمني المدارس هو استاذ وليد محسن. كان بصراحه بيحكي المدرسه او كده زي حدوته، بصراحه يعني فوق الوصف. فاستاذ وليد محسن كويس جدا ادب. طب ايه تاني؟ احفظوا الادب، احفظوه بالله عليكم، ما تعتمدوش مثلا ان انا معرفش ايه نظامكم دلوقتي هيعملوا معاكم ايه، بس يعني احنا كان على ايامنا احنا كنا معتمدين ان احنا ندخل بالكتاب وكده، فما كانش حد بيحفظ ادب، وده غلط خالص. احفظوا الادب كويس كأن الكتاب مش معاكم، تمام؟ وبالمناسبة قولوا لي ايه يعني ايه الموضوع دلوقتي معاكم، عشان انا مش متابعة. طيب بعد كده اتدربوا كتير. الادب عايز حل قوي كتير، وبالذات اللي هي الابيات الشعريه اللي هي بيتين او ثلاثه دول. بيكون ساعات الكلمات فيهم صعبه وكده، فكل ما تتدرب كل ما الحاجات دي هتعدي عليك والالفاظ هتتكرر من شاعر لتاني. الموضوع بقى سهل، هو ممكن في الاول يكون صعب، بس ايه، مع التدريب بيبقى كويس قوي. يعني هنحفظ الادب، وقبل ما نحفظه هنفهمه كويس جدا، وهنتدرب عليه. في نقطة بس عايزة أقولها، النثر. انتوا في الأول عندكم حوالي 6 مدارس أدبية، بعد كده في القصة والمسرحية والرواية والكلام ده. الحاجات دي ما تهملوهاش، يعني أنا شخصيا بجد يعني كنت في فترة كده أهملتها، واتزنقت في الآخر بسببها، فما تهملوهاش. ومن الأول ذاكروها وذاكروها صح. وبرضو أرجع وأقول أستاذ وليد محسن شارحهم بجد بجد روعة. أنا كنت بمشي معاه من الكتاب مدرسة، كنت بفتح كتاب مدرسة قدامي وإيه، وأمشي معاه حاجة حاجة كده، بجد هيظبطها لكم قوي. وكيان، كيان حلو قوي في نقطة الأدب دي، سواء كان النثر سواء كان المدارس. وجه يعني السنة اللي فاتت سؤال بالنص كان من كتاب كيان مراجعة، تمام؟ ده بالنسبة للأدب. القراءة، القراءة أول حاجة عايزة فهم ازاي تحل القراءة، مش انا ادخل كده طالما متحرر انا ادخل كده، لا انت ما عندكش البيزكس بتاعت انك تحل القراءة ازاي. يعني مش اي حد يدخل يحل قراءة، لازم تعرف تحل القراءة ازاي. وما تعملوش زي ما 90% مننا عمل، وانا شخصيا عملت كده، يعني كنت بحل كده، بدخل احل على طول القراءة، اكيد يعني كان بيطلع 70% منها غلط، فلاني انا مش عارفه احل القراءة ازاي. فانت ادخل اتعلم الاول ازاي تحل قراءة. وبرده استاذ وليد محسن كان له فيديوهات ازاي يطلع المغزى الضمني، وازاي مثلا الفقرة دي كان قصده بيها ايه. يعني ما بتاخدوش بالمعاني الظاهرية كده، بيكون في حاجات باطنية تانية الكاتب قصده بيها، تمام؟ وتضربوا كتير برضو. وحكاية نقطة مثلا ان بيجي معاني او كده، ابدأوا جمعوها من دلوقتي. انا جات لي الفكره دي بس في الاخر، وكان خلاص بقى الوقت نفذ، فقلت لا انا مش هجمع حاجه، يعني خلاص ما عادش في وقت. كنت بجمع في الهوا مش كده، وما جاش يعني معايا، بس برضو انتوا ما تضمنوش المعنى اللي يقف قصادك اكتبه في كشكول، وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، تمام؟ ودراسه برضو هتكلم عليها كمان شويه. النصوص، لازم برضو تفهم تحل النص ازاي وتحلل النص. يعني انت مثلا برضو ما تدخلش على النص كده تقول انا هحل النص، لا افهم الاول انت ازاي بتفهم الشاعر قصده ايه، الكنايات. ازاي مثلا تقدر تفهم هو عايز يقول ايه اصلا، والبيت ده ايه علاقته بالبيت اللي فات. العلاقات والحاجات دي مهمة جدا، ماشي هي بلاغة بس برضو مهمة انك تطبقها في نص، تمام؟ وبرضو تتدربوا كتير على النصوص، يعني اول حاجة افهموا تحلوا ازاي، يعني شوفوا حد بيحل ازاي، وبعد كده ادخلوا طبقوا كتير. ودراسة برضو هتكلم فيها. طب النصوص هي عايزة فهم كتير، يعني انت تفهم، وبالذات المجاز والكناية وكده، يعني دي عايزة فهم برضو، عايزة يعني واحد بيتذوق كده. فاقعدوا فهموها وطبقوا على طول على النصوص. فالسهم من البلاغة على النصوص ده انك تاخد البلاغة وتطبقها، بس مش على الابيات الصغيرة اللي بيجيبها دي، لا على النصوص الطويلة. النصوص اللي هي المتحررة الطويلة دي بيطبق عليها البلاغة، طبقها كويس وتدرب عليها كويس. طيب التعبير ده له مهارات، يعني انت تتعلم الاول ازاي مثلا آه تعرف ان الفقرة دي مش مكانها في المقال ده، تمام؟ يعني في برضو
يعني type كده من الأسئلة إنه يقول لك الفقرة دي مكانها مش هنا مثلًا، فين الفقرة دي؟ أو مثلًا إيه الفقرة اللي لو حذفناها بتاع اللي هو المقال مش هيتأثر، وهكذا. دي تتعلمها وتتعلم تعملها إزاي، مش برضه تخش تحل كده ومثلًا جات معاك بالصدفة كويس يبقى أنا باعرف أحل، غلطت يبقى أنا هاضيع، لأ اتعلم، اتعلموا الأول تحلوا وبعد كده ادخلوا حلوا، مش تدخلوا تحلوا من غير ما تتعلموا وتقولوا لأ إحنا ضايعين في العربي وكده، تمام؟ طيب وبرضه اتدربوا عليها كتير واحفظوا. التعبير فيه جزء حفظ، اللي هي مثلا يقولك احمرت وجنتيه دي بيدل على ايه، معرفش امتعض وجهه او حاجه زي كده، والله انا ما فاكره يعني. بس الحاجات دي كانت بتحفظ وجي منها اسئله في الاخر يعني. فاحفظوا الحاجات دي كويس وما تهملوهاش، يعني انا برضو اهملتها وجيت ذاكرتها في الاخر، فانا بقول لكم ما تهملوهاش. طيب النحو. النحو طبعا ده رياضه العربي، فانت تفهمه كويس جدا وتتدرب عليه قوي. وافكار كتاب كيان حلوه قوي، هي صحيح عاليه بس كويسه. ودايما ركز انه مش هيجيب لك الحاجه مباشره، يعني ان اعرف البيزك بتاع النحو، واعرف مثلا بيزك القاعده دي واحد اتنين تلاته. اعرف انه مش هيجيب لك هو عايز واحد اتنين تلاته، لا هو هيعوز مثلا اتنين تلاته واحد. فاهم؟ هو هيجيب لك الحاجه بالشقلوب. اعرف كده النحو هيجيبه لك بالشقلوب. يعني اللهم بلغت والله النحو. يعني على قد ما هو كان سهل، على قد ما هو كان السهل الممتنع، فهو في امتحان اخر السنه يعني. فالنحو افهمه كويس، واعرف انه مش هيجيب لك الحاجه مباشره. طيب انا مطلعه سهم من النحو للنصوص. يعني ايه؟ يعني المستر بتاعنا كان بيدربنا ازاي مثلا معانا نص كان متحرر. في الاول مثلا ايه، في مثلا في الاول كده بيكون الشاعر مثلا كاتب هند، فيقول لنا اعربوا هند، فهو منادى، طب ومنادى علم، هكذا. احنا كنا بندخل النحو في النصوص. الله اعلم دي ممكن تيجي ولا لا، بس انا كنت بشوفها مفيده لحاجتين. اول حاجه ان بتزود فهمك للنص بطريقه خرافيه. انا في حاجات انا ما كنتش بفهمها الا بالاعراب. يعني مثلا بيكون في تقديم الفعل والمفعول وهو عايز الايجاز، فكنت بجيبها بالاعراب. يعني دي برضو من الحاجات اللي كانت بتساعدني قوي، ودي مهمه يعني حاولوا تتعلموها. انك مثلا عايز مجاز فهاته بالاعراب، و... ومثلا ده يبقى ده منادى، يبقى ده اسلوب نداء، يبقى فيه هنا ايجاز بالحذف. فدي كانت بتساعدني في كده. والحاجة التانية ان بتراجع معلوماتك النحوية يعني في صورة الشعر. بلس انه كمان، ايوه دي لسه فاكراها حالا، هو كان بيجيب لنا النحو احنا نعربه من ابيات. تمام، جاب لنا النحو في الاخر في اخر السنة كان من ابيات. فانت بتتدرب على الحاجتين دول، بتتدرب على النحو من ابيات، وبتتدرب على الفهم العميق وانك ازاي تجيب بلاغة من نحو. دي يعني دي في حد ذاتها انك تمكنت من الموضوع ده. فحاولوا تتدربوا على الموضوع ده من دلوقتي، هيريحكوا كتير قوي في العربي. طيب اخر حاجه البيزكس بقى. ايه البيزكس؟ ادرسوا المنهج. انتوا عندكم منهج، ادرسوه. ادرسوه كحاجه يعني كتوبيك عندكم، وابداوا طبقوه. ليه؟ هتفهم يعني في بقى شارح مثلا الشاعر هنا كان قصده ايه وكده، طب ودلالة كذا، الحاجات اللي انتوا بتقول طب احنا نعرف منين ان دلالة لا هنا كذا، بتبقى فيها في النصوص اللي عندكم. لو حد فهمني، يعني مثلا عندكم نص متحرر جايب مثلا ايه دلالة الشعر بقوله لا مش عارفة ايه هنا كده، فانت تقول له نعرف منين والاختيارات كلها شبه بعض وانا ما اعرفش واحدة منهم. لو رجعت النص عندك، مثلا انت بتحل في المدرسة الوجدان مثلا، اتجاه الوجدان، لو رجعت النص المساء هتلاقي ان الحكاية دي موجودة هناك. انتوا فهمتوا اللي هو التطبيق المعاكس؟ يا رب بس يكون حد فهمني، ولو ما فهمتوش قولولي وانا ممكن اعمل لكم يعني فيديو تاني هوضح لكم فيه انا قصدي ايه من الحكايه دي لو الموضوع ما وصلكوش. تمام؟ ربنا يوفقكم. لو حد عنده اي سؤال تاني اتفضل يسالوني، وان شاء الله اعمل لكم فيديو اجاوب عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.